مبدأ تاني اسمه السايز برنسبلز. السايز برنسبلز ده بيقول ان التطور والتشغيل على مستوى الموتور يونت في عضلاتنا بيحصل الاول في السلو تويتش ماسل فايبر او التايب 1 ماسل فايبر اللي هي الوحدات الصغيره، وبعد كده بيبدا ان هو يشغل الفاست تويتش ماسل فايبر او التايب 2 او الوحدات الكبيره وقت احتياجها لو حس ان القوه او الحمل اللي محطوط عليه متزايد وكبير. ولكن رغم المبدا ده جسمك برضو ذكي جدا وبيقدر يعمل سيلكتيف ريكروتمنت، وده مبدا تاني خالص، ان جسمك وقت ما بيحتاج الفاست تويتش ماسل فايبر الاول بيبدا ان هو يشغلها بشكل عادي جدا. يعني ما احنا لو بنطلب من حد مثلا انه يعمل ديبس لاندنج او يعمل فيرتيكال جامب، جسمك مش هيستنى الاول ان هو يشغل السلو تويتش ماسل فايبر وتاخد وقتها وبعد كده يشغل الفاست وتاخد وقتها وهكذا. لا، بيبدا يشغل الفاست تويتش ماسل فايبر او انواع الوحدات الحركيه اللي هو محتاجها على طول عشان تبدا تطلع باور بشكل يتناسب مع الحركه اللي انت عايزها. ده بيحصل اكتر في الحركات اللي بتتطلب جيليتي او باور او تشينج اوف دايركشن او الحركات السريعه بشكل عام. فدي حاجه مهمه جدا، وده مبدا تاني اسمه السلكتيف ريكروتمنت.